لا شيء. الفنان مصطفى متولي شكل ثنائي فني مع الزعيم عادل إمام على مدار سنين طويلة، وهو ما كانش مجرد صديقه، ده كان بيجمعهم صلة نسب، وكان فيه تفاصيل كتير هنقولها لكم للمرة الأولى، وهنوريكم صور فرحه ولقطات نادرة مع أخت عادل إمام الجميلة، وكمان هنقول لكم على سر ضحك الزعيم يوم وفاة مصطفى متولي ومين هم أولاده. خليكم معانا لآخر الفيديو. الفنان مصطفى متولي اتولد سنة 1949 بمحافظة كفر الشيخ، وحب الفن من طفولته ودخل مسرح المدرسة، وفي فترة شبابه سافر القاهرة ودخل معهد الفنون المسرحية، وبعدها اشتغل في مسرح الحكيم وقدم أعمال كتير أشهرها مسرحية يا سلام سلم الحيطة بتتكلم. وفي الثمانينات بدأت صداقة تجمع الزعيم عادل إمام والفنان مصطفى متولي اللي كان في بداية طريقه والجمهور لسه بيتعرف عليه، وعرض عليه الفنان عادل إمام يشاركه في فيلم عنتر شايل سيفه سنة 1983، ووافق متولي لأن عادل إمام وقتها كان النجم الأول في الوطن العربي، وكانت فرصة كبيرة يشارك في السينما بعمل قوي ومضمون نجاحه. وفعلا الفيلم كسر الدنيا وتصدر شباك التذاكر لفترة طويلة، واتطورت علاقة عادل إمام ومصطفى متولي وما بقوش مجرد زمايل في الفن، لأن كان بدأت بينهم زيارات عائلية وسهرات ومصايف، وكان حاسس مصطفى متولي إن عادل إمام أخوه بجد. وفي يوم وهو موجود عند عادل إمام في البيت شاف أخته إيمان اللي خطفت قلبه من أول نظرة، واليوم ده ارتبك مصطفى متولي واستأذن وساب الزعيم وروح، وفضل يفكر طول الليل فيها وحس إنها هتكون من نصيبه، وقرر يطلب إيدها من عادل إمام، بس إزاي وهو خجول وبيتكسف. وتاني يوم قابل عادل إمام وكانوا بيتكلموا عن تفاصيل الفيلم الجديد، وعادل اتفق معاه يتقابلوا عند المخرج أحمد السبعاوي، بس مصطفى طلب من الزعيم يأجل الميعاد لأنه عاوز يتكلم معاه في موضوع مهم. ولما قعدوا سوا لاحظ عادل إمام إن مصطفى متولي وشه جايب ألوان ومش مجمع كلمتين على بعض، ولما بيتكلم بيجيب كلمة من الشرق وكلمة من الغرب، لحد لما قال للزعيم أنا قررت أتجوز. وحضنه عادل إمام وقال له يا ألف نهار أبيض مبروك يا متولي. وتفاجئ من رد فعل مصطفى متولي اللي كان عرقان جدا وبيحاول يبعد عيونه عن الزعيم. مسكه عادل إمام من كتفه وقال له مالك يا متولي، انت مش مظبوط ليه؟ مين هي العروسة؟ وطبعا متولي ضرب لخمة وسكت، وبعد شوية قال له العروسة تبقى الآنسة إيمان. فرد عليه الزعيم وقال له إيمان مين؟ إيمان أختي؟ وهزله دماغه مصطفى متولي وقام وقف وراح ناحية الباب. فرح وراه عادل إمام وقال له رايح فين يا عم؟ ألف مبروك يا عريس، بس لازم أخد رأيها الأول، اعتبرني عمك من هنا ورايح. وحضنه مرة تانية ودموعه في عينه. وبعد ما وافقت إيمان أخت الزعيم على جوازها من مصطفى متولي، كل الوسط الفني حضر فرحهم، وكان في صورة نادرة للزعيم اللي قرر يلبس بدلة بيضة زي مصطفى متولي اللي كان بيلبسها خاتم الجواز، وأنجبوا الفنان عمر متولي وعصام على اسم المنتج الكبير عصام إمام، والأخير عادل على اسم الزعيم. وبعدها شارك مصطفى متولي مع الزعيم في فيلم رمضان فوق البركان سنة 1985، ودي كانت بداية انطلاقة مصطفى متولي السينمائية، وده خلاه يشارك عادل إمام في مسرحية الواد سيد الشغال اللي استمرت لأكتر من 8 سنين على المسرح، وهي أطول مسرحية استمرت على خشبة المسرح في تاريخ مصر. وبقى بيتفائل عادل إمام بيه، والجمهور كمان كان شايفهم ثنائي ناجح، وعملوا أكتر من فيلم بعدها بسنة زي فيلم سلام يا صاحبي سنة 1987 وحنفي الأبهة وجزيرة الشيطان والمولد. وفي شهر أغسطس سنة 2000 والزعيم بيعرض مسرحية بودي جارد، وبعد ما خلصوا عرض المسرحية سهر عادل إمام ومصطفى متولي، وكان معاهم الفنان سعيد عبد الغني ومحمود الجندي. وكان مصطفى متولي طبيعي جدا، وروح بيته بعد السهرة الساعة 3 الفجر، وفضل عادل إمام سهران مع سعيد عبد الغني. والساعة 4 الفجر جاله تليفون من أخته إيمان وقالت له تعال الحق مصطفى في المستشفى. وطبعا خد الزعيم عربيته وراح بسرعة مع أبطال المسرحية، بس للأسف وصلوا متأخر. مصطفى متولي كان ودع دنيتنا وعمره كان 51 سنة، وأول لما وصل لقى أخته منهارة من العياط ومعاها ولادها، وجري الزعيم على سرير مصطفى ومسك إيده وقال له إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا متولي، مع السلامة يا صاحبي. وبعد شوية كان كل فريق المسرحية موجود في المستشفى،
وبدأوا يتهمسوا يا ترى مين اللي هيقوم بدور مصطفى متولي، وخصوصا إنهم بايعين كل تذاكر الحفلات لمدة 3 شهور وما ينفعش يأجلوا ولا حفلة. وفجأة الزعيم اتكلم وقال لهم بصوت عالي: متولي خلاص الله يرحمه، احنا هنكمل المسرحية، الجمهور ملوش ذنب في أحزاننا وأوجعنا، الناس دافعين فلوس عشان ينبسطوا، أنا هجيب محمد أبو داود عشان يعمل بروفات على دور مصطفى متولي. وفجأة صرخت الفنانة راغدة في وش الزعيم وقالت له: انت ايه ما عندكش قلب؟ انا مش هشتغل. بس الزعيم قدر يهديها ويقنعها ان الجمهور دافع فلوس ودورهم انهم يرفهوا عنهم. وطبعا كل الموجودين اندهشوا من كلام عادل إمام، بس في الحقيقة الزعيم كان كاتم حزن كبير جواه وفي قلبه لصديق عمره ونسيبه وصديقه مصطفى متولي، بس كان لازم يظهر قوي قدام باقي الفنانين. ونيجي بقى لجنازة الفنان مصطفى متولي. وبيقول الزعيم عادل إمام إن يوم وفاة مصطفى كانوا بيصلوا عليه في مسجد مصطفى محمود، ولما خلصوا صلاة وخارجين ما لقوش الأحذية بتاعتهم، وكان معاه جوز بنت خالته وهو دكتور في كلية الطب بجامعة عين شمس، وكان بيصلي والحذاء في إيده. وأول لما شافوا الزعيم وأخوه عصام إمام دخلوا في نوبة ضحك بصوت عالي لدرجة إن كل الموجودين خدوا بالهم. وفي نفس الليلة راحوا عشان يعرضوا المسرحية، وكان في تفاصيل كتير حصلت في الليلة دي، لأن الزعيم لما خلص المسرحية رفض يغني أغنية الختام بتاعة بودي جارد، ولما الستارة اتقفلت صرخ وقال: انت فين يا متولي؟ وبعدها عيط وانهار. كل الفنانين لما دخلوا العرض عيطوا لأنهم افتكروا زميلهم مصطفى متولي اللي يدوب لسه دفنينه من كام ساعة، وكل الجماهير كانت بتسقف لهم بحرارة عشان يشجعوهم. وفي أول مشهد لرغدة بكت بصوت عالي وانهارت، واضطروا يقفلوا الستارة لحد لما تهدى. والفنان محمد أبو داود ارتبك وغلط في النص أكتر من مرة لأنه كان حزين ومهموم وشايف المسؤولية كبيرة. وكلمه الزعيم في الكواليس ورا الستارة وقال له: انت مشاركتك في المسرحية إنقاذ موقف يا داود. وبعد سنين صرح الفنان محمد أبو داود وقال: لو رجع الزمن بيا كنت هرفض أعمل الدور. والليلة دي كانت غريبة جدا، والستارة قفلت أكتر من 10 مرات قدام الجمهور، لحد لما صرخت رغدة وقالت للفنان عادل إمام بصوت عالي على المسرح: انت ايه يا أخي، ما بتحسش؟ حرام عليك. رحم الله الفنان الكبير مصطفى متولي. لو كنت بتحبه قول لنا في التعليقات ايه أكتر دور حبيتهوله، سواء في السينما أو التلفزيون أو المسرح.